مرحبا حبيباتي. بدي أعمل بشكل سريع لحمة مع بيض، وفي ناس بسموها مقلقل لحمة مع بيض. أول شي نقعتها بربع كوب خل أبيض وشوية كمون. للبهارات حطيت نص معلقة كبيرة هيل مطحون، وحسب انت مستخدمة كمية اللحمة، إذا كانت أكتر من كيلو بتزودي شوي البهار. توم باودر معلقة، برضو بصل باودر كمان برضو كمان معلقة، قرفة ربع معلقة، هي هيك براس المعلقة، بهار مشكل اللي هي 5 بهارات 7 بهارات، كل الناس بيسموها شكل. فلفل أسود أو شطة، وما بحطش، ما بملحش، ما بحط هلا ملح. بعد ما اقلبها مع زيت الزيتون بعديها بحط الملح. بحط زيت زيتون، ممكن كمان اكسره بشويه زيت موزاريلا، بس انا ما بحبه، فبحط يا اما معلقه سمنه يا اما زبده عشان ما ينحرق الزيت. زيت الزيتون بينحرق مع معلقه زبده. بحب احط شوي من البهار، يعني احمص البهار عشان يعطي طعم زاكي مع اللحمه. وبعد حمصتها للبهارات وبعدها بضيف اللحمه. هيك تغير لونها لاني نقعتها شو اسمه بالخل وشوي من الكمون، يا دوب يعني انه براس المعلقه على العالي كله هلا علشان تضلها جوسي، ولانه حطيته على العالي فما راح يزنخ وراح يضل جوسي، سواء هو اللحمه او التشيكن نفس القصه. هلا بملح اول ما بكون مملحه، بعدها بخفف النار لتستوي. هلا راح اعلي عليها الغاز لانها صارت اولموست يعني، فخلص راح اعلي عليها الغاز عشان تتنشف منها المي، وبعديها بطق عليها البيض. وهيك خليتها تتأمر من تحت، عشان هيك لما عليت النار عليه عشان تاخد هذا اللون من تحت، وهذا التأمير او هذا اللون هو اللي بيعطيها طعم كتير طيبة. هلا البيض بس بحط عليه فلفل اسود وممكن شطة اذا بتحبوا. وهلا من نفس الزيت والزبدة اللي زادوا من تحميص اللحمة راح اضيف البيض على اللحمة. هلا هيك خلصت، بس بقدر بالاخر بحط شوية زيت زيتون على البارد كتير زاكي معها.